أوجه رسالة إلى الإنسان الذي يتكلم في الناس، نقول له يا أخي اتق الله، ما تتكلمش في الناس. أولا كما ما تحبش الناس يتكلموا فيك، ما تتكلمش في الناس. وعلاه؟ لأن الكلام يجرح، وكاين بعض الكلام قد يوصل صاحبه للقبر. ملهم مسكين، والطعن في الأعراض قد يطعن لك في العرتاك، قد يطعن لك في ولادك، يطعن لك في بنتك بغير وجه حق. بهذاك الهم والغم وهذاك الكلام الجارح الذي يمشي به الناس وانت كنت السبب، قد يوصل هذاك الإنسان للقبر. الكلام يوجع، اتق الله. لهذا كانت الكلمة تدخل صاحبها النار. أكثر ما يدخل الناس النار، قال النبي عليه الصلاة والسلام، الفم والفرج. الكلام صح لا يصدر صوتا، لكن يصدر ألما. كاين واحد الكلام اللي يوجع ويوجع الناس، حتى لو كان تجي مع الوقت تجي تعتذر. قد يجي إنسان يقول تكلمت كذا واعتذر، صح تعتذر، بصح دير مليح في بالك الجرح راهو غائر، راهو غامق. صح بالك نسمح لك دا، بصح دير مليح في بالك باللي راك اذيت بزاف ناس. كاين كلمه تحطم بها عائلات، كاين كلمه فرقت اسر، كاين كلمه هدمت رجال ريبتهم، كلمه بغير وجه حق. حتى اذا كانت بوجه حق ما تتكلمش، لانه ماشي لك الامر. علاش نتكلم ليه؟ يتكلم في الاعراض تاع الناس. هذا النبي عليه الصلاة والسلام وكان يتأثر من كلام الناس. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ومن بعد يجي يقول لك اسمح لي، انت صارت لك كيما الريح عندما تهب الريح وتكسر الأغصان. حتى لو اعتذرت الريح بعد ذلك لن ترجع الأغصان كما كانت، خلاص تكسرت، خلاص طعنت فيا نتايا، خلاص شهرت بيا، خلاص قلت فيا ما لم يكن فيا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال أرأيت إن ذكرت أخاك بما فيه، حتى لو كان قلت في حاجة فيه، فقد اغتبته، فإن لم يكن فيه فقد بهته، بهتان. وإذا قلت في حاجة ما كاش منها، أكثر من الغيبة، هذيك بهتان. فاتق الله عز وجل، ستقف بين يدي الله، وهذاك الانسان يقدر يقول لك والله ما نسمح لك، ونديهم حسنات يوم القيامه. شحال من انسان مازال متمسك بهذه المقوله، حسبي الله ونعم الوكيل، بيني وبينك الله، وما نسمح لك.